السلام عليكم. يوم أمس ظهر حميدتي في خطاب بيعلن فوقهم بأنهم قبلوا بالهدنة من جانب واحد أو من طرف واحد لمدة 3 أشهر. طبعا من المعلوم بأنه اللجنة الرباعية طلبت بأنه يكون في هدنة في السودان لمدة 3 أشهر، والقوات المسلحة رفضت الكلام ده تماما بسبب تواجد الإمارات. وكلنا شفنا خطاب رئيس مجلس السيادة اللي كان أول أمس اللي تحدث فيه صراحة عن مسعد بوليس اللي هو مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية، بأنه هو الدولة السودانية الأجندات الخارجية. فحمدتي بأنه هو رجل الإمارات، ومسعد زي ما شايفين صورته هو الآن متواجد في الإمارات وجالس مع وزير الخارجية الإماراتي اللي هو عبد الله بن زايد. مباشرة بعد الاجتماع اللي حصل بين عبد الله بن زايد ومسعد بوليس، مباشرة أعلن حميدتي موافقته عن الهدنة، وطوالي اللي هي وزارة الخارجية الإماراتية نزلت بيان بالدين فوق القوات المسلحة. طيب عشان تفهموا الحاصل، وكلكم سمعتوا كلام رئيس مجلس السيادة، الإمارات أدت تعليمات لحميدتي بأنه يطلع ويتحدث بأنه موافق أو موافق بالهدنة بعد خطاب رئيس مجلس السيادة مباشرة اللي تحدث فوقه أن الإمارات عايزة تعمل شنو؟ عايزة تقول لك بأنه والله القوات المسلحة هي بتعرقل في السلام، وهي رافضة لأي عملية بتاعت سلام. وحتى شوفوا الطرف الآخر اللي هي ميليشيا الدعم السريع موافقة للسلام، والآن أعلنت أن الهدنة من طرف واحد، وعايزين يضعوا الدولة السودانية والقوات المسلحة أمام العالم، وهي تواجه العالم على أساس إنه نحن يعني الدولة السودانية هي اللي بتعرقل في السلام وليس ميليشيا الدعم السريع. طبعا الهدنة الآن يا جماعة ما عندها أي معنى. يعني أنت عايز تعمل هدنة لمنه؟ ما هو المواطن الموجود في الفاشر كان في رمضان يعني مجلس الأمن الدولي نفسه أعلن عن هدنة، والقوات المسلحة وافقت، ميليشيا الدعم السريع رفضتها تماما. وقبليها كان في هدنة باتفاقية سلام جدة وخيرها، بل ميليشيا الدعم السريع كان بتدخل في المدن زي مدينة نيالا ومدينة زالنجي والجنينة، دي كلها أثناء ما كان في تفاوض ميليشيا الدعم السريع كان بتخالف كل البنود وبتدخل في المدن. مدينة الفاشر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدول ما استطاع بأنه يعني يلزم ميليشيا الدعم السريع بالهدنة اللي كانت في رمضان على أساس إنه ما يحصل الشيء اللي حصل في مدينة الفاشر. فالآن اللعبة بقت واضحة، منو اللي عايز السلام ومنو اللي ما عايز السلام، وكل الشيء اللي بتعمله الإمارات مع ميليشيا الدعم السريع هو عبارة عن إنه نحن أول حاجة دايرين ننقذهم طبعا من الشيء اللي قاعد يحصل لهم الآن في كردفان، وفي نفس الوقت عايزين يخلوا القوات المسلحة هي تكون بتواجه العالم وليس ميليشيا الدعم السريع. فاللعبة واضحة والصورة قدامكم ده خير دليل على ذلك. التحية لكم جميعا، لا تنسوا تشيروا المقطع.